بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد سهل وبسيط مع أم بودي. النهاردة إن شاء الله حبايبي هنعمل قراقيش الحبة الكاملة، سهلة وبسيطة وجميلة جدا، من غير ما تبسي، من غير ما تخمري، من غير ما تعجني كتير إن شاء الله. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف وصفتنا ومقاديرنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن غير حليب كمان. معايا 400 جرام مادة دهنية. 400 جرام دولك أنا حاطة ربع كيلو سمنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 300 جرام سمنه. الكوبايه ديت الحبه اللي تحت دولت 175 جرام، عشان الكوبايه دي بتاخد ربع كيلو، الكوبايه كلها كده بتاخد ربع كيلو. ونص كوبايه زيت، يعني كوبايه ونص سمنه ونص كوبايه زيت. عايزاها ناعمه عشان دي الحبه الكامله بيحب الماده الدهنيه كتير، حاجته بتبقى ناشفه، فعايزه تنعميها حطي ربع كوبايه سمنه كمان. ماشي حبايبي، يعني عايزه تنعميها حطي 300 جرام سمنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 300 جرام سمنه و100 زيت. 300 جرام سمنه او 350 جرام سمنه و100 زيت. لو حباها ناعمه انعم من كده زي ما قلت. حطيت فانيليا هقول لكم بعدين. حطيت فانيليا وحط ميه. احنا مش هنستخدم لبن، لا حليب، ولا هنستخدم حاجه من دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فانا هستخدم حوالي كوبايه ونص ميه بارده. ميه بارده مش سخنه، يعني ميه ساقعه من التلاجة، تكون يعني مش ساقعه قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى هضربهم بالمضرب. ممكن تضربيهم بايدك، ممكن بالخلاط. حطيها في الخلاط، عملتها قبل كده في الدقيق الابيض، عملتها بالخلاط، ضربتها في الخلاط بس علشان ما طلعش مواد دهنية او مقادير زيادة في الخلاط. وهنا هحط بقى كيلو دقيق، هحط له 3 معالق بيكنج باودر. 3 معالق بيكنج باودر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هقول لكم المقادير في صندوق الوصف. يعني انا حطيت على السمنة 4 معالق سكر وضربتهم مع المية، وحطيت ربع معلقه بيكربونات الصوديوم، الكربوناتو اللي هي كربوناتو. وحطيت 3 معالق نشا. 3 معالق النشا بيحسسوني بالنعومه وبيفتحوا لي لون العجينه شويه او لون القرقوشه شويه، علشان خاطر ما تغمق. احنا عارفين دي الحبه الكامله بيبقى غامق. مش عايزه تحطي نشا ما تحطيش نشا، براحتك، ايه اللي يريحك. بس هينعمني شويه عشان زي ما قلنا الدقيق الاسمر بيبقى ناشف. والايه البهارات اللي بحطها دي، عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها براحتك. انا حطيت جنزبيل وحطيت قرفه وحطيت حبهان. الحاجات دي انا بحبها جدا ومفيده جدا للصحه وللضغط وللسكر والحرق والدهون والكوليسترول والحاجات دي كلها. وهي حاجات بسيطه، يعني مش هتعمل حاجه في الحاجات اللي انا بقول عليها دي، بس اهي هتساعد شويه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. غير كده بتديني طعم حلو، طعم وريحه حلوه قوي قوي. كل اللي هياكل منها سواء في الدقيق الابيض او في الدقيق الاسمر هيقولك انت حاطه فيها ايه اللي انت حاطاه لها. هنا بقى عايزه تحطي سمسم حبيبتي زي ما انت عايزه، واتمنى نستخدم السمسم في المعجنات ديت اللي ينفع يتحط فيها سمسم، عشان الدقيق الاسمر بيقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بيعمل خشونة او حاجة زي كده، او والله اعلم. احنا بنسمع من ده ومن ده، والله اعلم. طب ايه عشان اعوض الحاجة دي، او علشان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما يحصلش كده، فاحط بقى الحاجات اللي تعوض. السمسم فيه كالسيوم، السمسم فيه كالسيوم، فاحط سمسم. انا حطيت حوالي 4 معالق او 50 جرام سمسم حطيتهم، وتقريبا ولا حطيتي اكتر هيبقى احسن برضو. وحطيت فانيليا. اللي عندك لبن بودر حطي معلقه لبن بودر. مش مانعه اللبن، حطي لبن بدل الميه، هيبقى جميل جدا برضو، وهتبقى نسبه الدسم فيه حلوه برضو. هنا بحط فانيليا تاني هنا علشان الريحه. وحطيت ربع مع رشه ملح كده مع السمنه وهي بتنضرب، والزيت مع السمنه والسكر والزيت. انا حطيت 3 معالق سكر، وحطيت كوبايتين ماده دهنيه سمنه على زيت. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. كنت نسيت احط معلقه خل، فحطيت معلقه خل. الحاجات دي كلها محسنات وبتساعد على رفع العجينه، عشان زي ما قلت دي الحبه الكامله بيبقى تقيل في الرفع، فمحتاج مواد رافعه اكتر. طب هو انا مش ممكن اعملها بالخميره؟ ممكن حطي خميره عادي جدا، ما تستني عليها لما تخمر بقى وتستريح كده، عشان الخميره تنشط معاكي وما تبربقش منك، او ما تبقاش مبقعه منك كده.
انا خلاص ضربت السمنه مع السكر مع الميه، وحطيت السمسم وحطيت البيكنج باودر اللي هم 3 معالق صغيرين، وحطيت ربع معلقه بيكربونات الصوديوم، وحطيت فانيليا، وحطيت بقى القرفه والجنزبيل والحاجات دي. لو عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين تحطوها براحتكم. عندك معلقتين لبن بودر اهو، ما انتش مانعه اللبن حطي معلقتين لبن بودر. عندك حليب حطي حليب بدل الميه اللي يريحك. واحنا مش بنعجن، بنقلب العجينه كده زي ما انتوا شايفين، لا هنبس بقى ولا هنخمر ولا حاجه خالص. سهله جدا والله العظيم، وطعمها جميل جدا جدا، سواء بالدقيق الابيض او بالدقيق الاسمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، على حسب ما تحبي وعلى حسب ما تفضلي يا حبيبتي. وكله حلو ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو بتاكلي الزبادي ما انتش منع الزبادي ولا البيض، وانت بتستخدمي الدقيق الاسمر كده، كلي زبادي وكلي بيض علشان الكالسيوم جسمك ما يفتقدهوش ان شاء الله. زي ما بيقولوا برضو، انا ما اعرفش، في دكاتره بتقول كده، الله اعلم، والصح يا ريت تقولوا لي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس انا بحب اديكم المعلومه كلها كامله كده، بحيث يعني الاضرار اللي انا بسمعها والفوائد اللي انا بسمعها. هو الدقيق الاسمر مفيد، مش هقول لكم مش مفيد، بس لازم ناخد حاجات تكميليه او تعويضيه معاه تكمل لنا الوجبه الغذائيه والفيتامينات بتاعتنا كلها. ما نعتمدش على حاجه واحده، او ما نمنعش الحاجات اللي تساعدنا ان هي تعوض الحاجات اللي جسمنا ممكن يفتقدها ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي انا بعمله ده، الكوبايه دي مطرحها سمنه، فانا بمسحها كده بحته عجينه، خساره حرام. بنحافظ على عيشته كده، ولم عيشته ربنا بيبارك له فيها، ولم نعمته كده باذن الله ربنا يبارك لكم ويبارك لنا يا رب ان شاء الله. انا كنت بعد ما شربت الكوبايه وربع العجينه كده بالميه والسمنه والحاجات اللي انا حطيتها، جيت اشوفها لقيتها شققت، وانا بتك عليها كده لقيتها شققت، فحت لقيتها محتاجه ربع كوبايه الميه التانية. يبقى انا كده اخدت كوبايه ونص ميه، اخدت كوبايه ونص ميه. ممكن معاكي انتي تاخد كوبايه وربع، ممكن تاخد كوبايتين الا ربع، على حسب نوع الدقيق اللي معانا. انا هنا بقى لا سيبناها ترتاح ولا يا دوبك شلت الحاجات اللي حواليا، وغسلت الحاجات اللي كان الكوبايات والحاجات اللي كان فيها الحاجه، وجيت بقى للعجينه تاني وجبت السجام بتاعتي وهشتغل فيها على طول. لازم تدعكي العجينه كده، لازم تدعكيها كده علشان خاطر ما تشققش معاكي. اللي هيقولك لا علشان ما تربيش جلوتين، علشان مش هيجي الجلوتين منين وهي فيها رده كتير اصلا. يعني دي الحبه الكامله دوت الرده بتاعته كلها فيه، وهو مغذي مغذي يعني غني بجنين القمح وفي كل حاجه. بسم الله ما شاء الله. يعني انت لو ما انتش لاقيه دقيق الحبه الكامله دوت، او مش موجود في المنطقه اللي انت فيها، ممكن تجيبي رده ناعمه، بس الرده تكون ناعمه علشان ما تبوظلكيش الحاجه. رده ناعمه وحطيها عليه. حتى الرده لو لاقيها خشنه، في الكبه بتاعه البهارات كده اطحنيها او نعميها ودي فيها للدقيق. مثلا هتعملي نص كيلو دقيق، حطي له كوبايه رده، هي كده اخدتي الكوبايه اللي بتطلع من نص كيلو دقيق، اخدتي كوبايه الرده اللي بتطلع من نص كيلو الدقيق اللي هو الحبه الكامله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الدقيق الابيض على فكره بيبقى اكتر بكتير كتير من الرده اللي بتبقى موجوده في القمح. يعني كمية الدقيق الأبيض هي الأكتر، هي الموجودة أكتر، بس عشان الردة معانا غامقة فهي بتغمق لنا العجينة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أي استفسار، أي تعليق على كلامي، أي اعتراض على كلامي، أنا تحت أمركم نتناقش مع بعض كده، أو إن شاء الله لو هعمل فيديو أتناقش معاكم فيه ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واللي يريحكم واللي انتم مقتنعين بيه اعملوه. يعني الايحاء اللي البني ادم بيبقى عنده ايحاء كده، بيتهيأ ان لو شرب حبة المية دولك هيخف منها، فبيخف بالايحاء. ماشي ان شاء الله. اهم حاجة يكون عندنا ثقتنا في ربنا كبيرة، ان هو الشافي وهو العافي باذن الله. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويشفينا ويشفيكم ويشفي كل مريض ومريضه يا رب ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ودي الحبه الكامله صحي ومفيد جدا، بس لازم ناخد معاه منتجات يكون فيها كالسيوم، زي السمسم. لو مش هتاخدي لبن او زبادي، الزبادي اقوى بكتير واحسن بكتير من اللبن. تبقي تاخدي سمسم، تاخدي حاجات فيها كالسيوم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي مواسير العظم، تعملي شوربه كده من المواسير بتاعه العظم وتشربيها برضو. تخليها عندك في التلاجة، طلعي كوبايه كده وتشربيها. لو هتستخدمي حياتك كلها بقى بالحبه الكامله. مش بقول لكم الحبه الكامله وحشه، الحبه الكامله جميله. بس في ناس بيقولوا مش بيدخلوا لبن ولا زبادي ولا بيض ولا الحاجات دي كلها. طب هياخدوا الكالسيوم منين؟ هياخدوا بقية أغذية جسمنا أو فيتامينات جسمنا منين؟ هناخدها منين؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بقول لكم المفروض نعمل ايه مع دقيق الحبه الكامله. ناكل زي ما كانوا اهالينا بياكلوا زمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كانوا عايشين على اللبن والبيض والحاجات دي كلها، بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى الصاج معايا يكون ناشف، مش هدهنه اي ماده دهنيه، علشان معايا القراقيش العجينه بتاعتي فيها الماده الدهنيه بتاعتها كفايه قوي. بسم الله ما شاء الله. شايفين السمسم باين ازاي؟ يعني هتاكلي منها وانتي قلبك جامد، هتاخدي الكالسيوم بتاعك من السمسم. بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت، ما انتش منع اللبن او مش بتاكلي اللبن عادي وتستخدميه عادي، هو الزبادي والبيض عادي. مش بتستخدميه، كتري السمسم. السمسم غني بالكالسيوم جدا جدا. يعني معلقه سمسم واحده بتاخدي احتياجك من الكالسيوم في اليوم. معلقه سمسم في اليوم واحده بتديكي احتياجك. الجسم بياخد احتياجه من الكالسيوم منها ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو بنرصها كده زي ما انتم شايفين. نعمل فرق بسيط، هي مش هتكبر معانا. هي ما فيهاش خميره ولا فيها حاجه. البيكنج باودر بس زي ما قلت، البيكنج باودر 3 معالق صغيرين للكيلو، عشان دقيق الحبه الكامله بيبقى تقيل في الرفع شويه تقيل. فايه اللي هنعمله؟ زي ما حطينا الخميره، زي ما حطينا الكربوناتو او اللي هو بيكنج صودا، بالبيكنج باودر كمان نحط معلقه. لكن لو في الدقيق الابيض حطي معلقتين صغيرين بس. لو هتعمليها بالدقيق الابيض حطي معلقتين صغيرين بس. انا هنا خلصت، هروح اولع الفرن بقى ربع ساعه. لو الشوايه والفرن الاتنين بيولعوا مع بعض اولعهم ربع ساعه. هو زرار واحد للشوايه والفرن. اولع الفرن ربع ساعه. ولو كنت مولعه الشوايه اطفي الفرن بعد الربع ساعه كده، اطفي الشوايه وحطي الصاج اعلى رف اعلى من النص شويه. وخدي بالك عشان القراقيش لو خدت لون زياده معاكي، اللي هي قراقيش الحبه الكامله، بتدي مراره شويه، فخدي بالك طلعيها فاتحه شويه. هي هتحمر من سخونيه الصاج بعد كده. يعني هتطلعيها فاتحه شويه عن اللون اللي انت حباه، واما تسيبيها تبرد في الصاج هتاخد اللون اللي انت عايزاه ان شاء الله. بس المهم ان هي تطلع ناشفه، ما تطلعهاش طريه علشان ما تعضمش معاكي. وهنا انا حاطه الكيلو 400 جرام ماده دهنيه، حباها ناعمه شويه. هي لو في الدقيق الابيض هتبقى ناعمه وحلوه، يعني مش ناعمه قوي، لا ناعمه ولا خشنه. في الدقيق الاسمر بتبقى ناشفه شويه. هنا انا بقول لكم اما تيجوا تدخلوا الصاج الفرن، رشوا على ارضيه الصاج ربع كوبايه ميه كده عشان يطلع بخار، يساعد في رفع القرقوشه معانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما يخليهاش تفرش معاكي. اهو بعد ما طلعت من الفرن تاخد على قد ما تاخد بقى، تبقى على نار متوسطه علشان ما تاخدش لون معانا بسرعه. طب اذا فرضي اخدت لون معانا بسرعه، هدي النار خالص وافتحي باب الفرن وسيبيها تنشف معاكي. بسم الله ما شاء الله، خفيفه وهشه ومقرمشه وجميله كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ادي الصاجين، كيلو دقيق عمل لي صاجين. الصاجين دول بيعملوا لي قد ايه؟ احسبي المواد اللي انت حطيتيها كلها، السمنه والسكر والسمسم والبيكنج باودر والكربون والسمسم والحاجات دي كلها والدقيق، وشوفيهم انت وزنهم قد ايه. هو دوت القراقيش اللي طلع لك، هي دي القراقيش اللي طلعت. وهكتب لك المقادير ان شاء الله، يا اما في اول تعليق مثبت يا اما في صندوق الوصف على حسب ما افتكر ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وربنا يحسن ما بين ايديكم. فطار جميل وصحي مغذي ان شاء الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين خفيفه وعامله مسام من جوه الزان. بسم دوت كان اخد لون، يعني سبته نسيته وسبته ياخد اللون كله في الفرن، لكن الصاج الاولاني طلعته بسم الله ما شاء الله واخد لون حلو. هنقول طب ده اخد لون معايا جامد من تحت، طب اعمل ايه؟ هنا بقولك بحكيه بالسكينه كده هيبقى جميل جدا. اهوت واحده كان بيبقى فيه سطر كده في اول الصاج من قدام الفرن، ده بيحمر بسرعه وبياخد لون بسرعه، فاخد لون زياده شويه، فاخدته حكيته كده طبعا واتاكل. وسبت ديت قلت ايه اوريها لكم. ممكن نحكها بالسكينه مش هتبقى محروقه ولا هيبقى في اي حاجه، وهيبقى طعمها زي العسل معاكم. بسم الله ما شاء الله. شايفين عامله مسام من جوه الزان، غير خفتها وطعمها وريحتها جميل جدا جدا. عايزه تحطي قرفه حطي. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.